ازيكم اصدقائي؟ ايه الاخبار؟ جاهزين نبدأ العظمة بتاعت النهاردة؟ يلا بينا. بنرجع لكم تاني زي ما وعدناكم مع ملخص مسلسلنا الشيق سول لاند، واللي احداثه بقت قوية وسريعة، فما انصحكوش انكم تفوتوا ولا تفصيلة فيه. بيبدأ ملخصنا النهاردة على ابو تانج سان اللي اسمه تانج هو، وبيكون واقف في المكان اللي فقد فيه زوجته زمان، وبيفتكر الوقت اللي كان بيهرب فيه هو وزوجته من خطر كبير وبيحاول يحميها. وبنشوف ان اللي بيطاردهم اله روح قوي جدا، وقوته بتخوف تانج هو اللي بيكون اقوى اسياد الروح في الوقت ده، وعلشان كده بياخد مراته وابنه تانج سان وبيخبيهم في كهف علشان يحميهم، وبيقف لوحده يحارب اله القوة، وبيهاجموا الوحش بطاقة نور كبيرة ما بيقدرش تانج هو يتفاداها، ولا بتنفع معاه طرق تانج هو في الهجوم خالص، وبيفضل يمشي بين الجبال وبيحاول يهاجمه لكن مش بينجح. وكمان بينضم للوحش ده متدربين تانيين اقوياء وبيحاربوا كلهم تانج هو. الكترة يا صاحبي تغلب الشجاعة، وبيكونوا عاوزين ياخدوا منه زوجته. بيفضل تانج هو دافع عن نفسه وعن زوجته لحد ما بيتجمعوا كلهم عليه، وكانوا خلاص هيقتلوه، لكن مراته ظهرت وحصرت تانج وابنهم بنباتها الفضي اللي ورثوا عنها تانج سان، ومشيت بعيد عن جوزها وابنها علشان تحميهم، وحصرتهم علشان ما يجوش وراها، ومشيت ناحية المتدربين وحاربتهم لوحدها. ودي كانت آخر مرة يشوف فيها تانج هو مراته، وبعدها فقدها للأبد. وفضل الحادث ده مضايق تانج هو لسنين طويلة ومش عارف ينساه. وبينتقل المشهد لتانج سان وهو بيمتص خاتم روحه وحلقة الروح من العنكبوت اللي هزمه، وبيفضل لساعات طويلة يمتص طاقته من العنكبوت، وده وقت طويل جدا. والسيد تشاو والطلاب بيتوتروا وبيفتكروا ان تانج سان مش قادر يتحمل امتصاص قوة العنكبوت. وفي اللحظة دي بيكون تانج سان متحاصر بين الحياة والموت، وبيشوف اوهام لشياو وابوه وامه. وبينتقل المشهد لتانج وهو بيتكلم مع زوجته المتوفية، وبيحكي لها عن تانج سان ابنهم واخلاصه ورغبته في انقاذ شياو، وانه مش هيسمح لاي حد يتأذي تانج سان او شياو، وهيحميهم بروحه، ومش هيسمح للي حصل زمان لمراته انه يتكرر ويحصل لابنه او اعز اصحابه. لا رجولة يا معلم. وبعدها بنشوف الست العجوزة وجوزها وحفيدتها ماشيين في الغابة، وبتفتكر البنت تانج سان وازاي كان لطيف معاها واداها السلاح بتاعه علشان يراضيها، لكن جدها وجدتها كنزة متضايقين جدا ان حد موهوب زي تانج سان مرضيش ينضم لأسرتهم، لان انضمامه ليهم كان هيخلي أسرتهم توصل لمستوى جديد وتحقق قوة عظيمة جدا. فبيقترح الجد ان حفيدتهم تتجوز تانج سان، وده هيكون سبب قوي لانضمام تانج سان لعائلتهم ومساعدته ليهم. وكمان كانوا عاوزين حفيدتهم تنضم لأكاديمية شريك لأن كل طلابها موهوبين وممتازين وقوتهم كبيرة جدا. بعدها بنشوف شياو وهي بتمشي للمكان اللي اتحارب فيه تانج سان على الغوريلا، لكنها ما بتلاقيش أي حد هناك، وبتفضل تدور على تانج سان لحد ما بتلاقيه هو والطلاب الباقيين والسيد تشاو، لكنها بتجري عليهم وبتكون خايفة جدا لما شافت تانج سان وهو بيمتص خاتم روحه من العنكبوت وشكله ما يطمنش. لكن زميلتها منعتها انها تروح عنده علشان ما تتسببش في اذيته. وبيقول لها السيد تشاو ان العنكبوت ده قوي جدا وعمره 1700 سنة، شباب يعني، وخاتم روحه صعب جدا، وعشان كده تانج سان اخد وقت طويل قوي في استخراج خاتم روحه منه. وبيسأل السيد تشاو شياو ازاي قدرت تهرب من الغوريلا الضخمة، فبتكذب عليه ومش بتقوله انها تعرف الغوريلا ولا حاجة، وبتقوله ان في وحش جاي يتقاتل مع الغوريلا، فرمت شياو بعيد فقدرت تهرب منها. لكن السيد تشاو ما كانش مصدق القصة الغريبة دي، لان مفيش وحش في الغابة يتجرأ يحارب الغوريلا العملاقة، لكن شياو عرفت تكذب وتألف قصة الكل يصدقها، وصدقها كمان السيد تشاو. بعدها بينتقل المشهد لأكاديمية شريك وعميدها وهو بيتكلم مع زميل ليه، وبيحكي له زميله انه في واحد غريب جه في الغابة واتقاتل مع السيد تشاو، والراجل ده بيكون ابو تانج سان واسمه تانج هو، وهدد السيد تشاو واجبره يساعد تانج سان. استغرب عميد الأكاديمية وما كانش مصدق قوة تانج هو، واتفاجئ لما عرف ان النبات الفضي الازرق مش هو قوة تانج سان الوحيدة، وان دي قوة وارثها من امه، وكمان وارث قوة المطرقة الضخمة من ابوه، وده معناه انه سيد روح عظيم وقوي جدا. بعدها بنرجع لتانج سان وبيكون السيد تشاو ارتاح شوية، لان تانج سان قدر يتغلب على الخطر وقوة العنكبوت، وبيبدأ يتحول وبتظهر منه أرجل العنكبوت القوية، وبياخد القوة بنجاح. وهو بيتحول بيشوف شياو ومش بيصدق انها قدامه فعلا، واخيرا اتجمعوا سوا. افرح يا زميلة هي رجعت لك. لكن بيقطع اجتماعهم صوت وحوش كتيرة جاي عليهم، وبيطلع كذا عنكبوت شيطاني زي اللي قتلوه، وبسرعة بيحاول السيد تشاو استخدام قوته علشان يحميهم، لكن تانج سان بيطلع لهم سلاح سري قوي، وبيدي لكل واحد منهم سلاح،
وكلهم بينتشروا وبيستخدموا السلاح انهم يقتلوا العناكب كلها في وقت واحد، وبينجحوا وبيقضوا على الخطر تماما. والكل بيعجب بالسلاح اللي اداهولهم تنجسان، وقالوا له يبيع لكل واحد منهم سلاح، فبيقول لهم انه هيديهم ليهم مجانا. فبيقول له السيد تشاو انه يبيعوا ليهم وياخد فلوس لان ده حقه، وهو يستحق ده وما ينفعش يمنح اسلحته مجانا. وبعدها بياخدهم السيد تشاو وبيرجعوا الأكاديمية علشان مش هينفع يفضلوا في الغابة. لا احنا ما عندناش مقاتلين يباتوا في الغابة بعد الساعة 12. وبيروح السيد تشاو لعميد الأكاديمية وحكى له عن مغامراتهم في الغابة وكل الوحوش اللي حاربوها. بيفضل تنجسان واقف على الجبل وبيفتكر نفسه القديمة اللي بيفتكرها كل شوية علشان ما ينساش هو مين وجه منين، ولا ينسى هويته الحقيقية، وإنه جاي العالم ده بدافع معين وهيرجع تاني. وبينتقل المشهد تاني لعميد الأكاديمية وهو بيعرف السيد تشاو على السيد شياوخي اللي بيقول لهم إن في أخبار عن وحش عملاق أقوى من غوريلا التيتانيا واسمه تعبان السورازور. والله اسمه مركب وحلو، والتعبان ده أقوى بكتير من غوريلا التيتانيا، ولو الغوريلا هي ملكة الغابة فالتعبان ده هو إمبراطور الغابة. والكلام ده بيصدم السيد تشاو وعميد الأكاديمية، وبيكلم شياوخي كلامه وبيحكي لهم عن سيد روح عظيم قرر يحارب غوريلا التيتانيا. ولما وصل الغابة وكان خلاص هيحاربها، فجأة بدأ النهر في الغليان وطلع منه وحش مخيف عملاق، واتضح انه تعبان السورازور. والغريب انه كان بيتكلم بلغة البشر، وقال لسيد الروح انه يمشي وما يرجعش تاني ابدا. سيطر الخوف على سيد الروح، لكن اللي خوفه اكتر ان غوريلا التيتانيا قدام الوحش ده كانت عاملة زي الطفل الخايف وطلعت تجري منه، وده زود الرعب في قلب سيد الروح. وبعدها قال شياوخي للعميد والسيد تشاو انه هيدعمهم بكل حاجة علشان يدربوا طلابهم الموهوبين الممتازين على محاربة الوحش ده علشان يتخلصوا منه. وبعدها قابل تنجسان العميد والسيد تشاو والسيد شياوخي، وبنعرف ان السيد شياوخي كان معلم تنجسان قبل كده. انا مش عارف ده اسم اتقابل بيه ربنا. جري تنجسان على السيد شياوخي وسلم عليه ورحب بيه. بعدها عرف الطلاب زمايله عليه، وبعدها جمع عميد الأكاديمية كل الطلاب قدام السيد شياوخي علشان يبدأ تدريباته معاهم، وإنهم هيكونوا تلاميذه وتابعين ليه، وهو المسؤول عنهم وعن تدريبهم. وبيطلب إنه يعرف كل حاجة عن الطلاب علشان يبدأ تدريبه معاهم. فجأة بدأ تنجسان يحس بألم شديد في صدره، ومعرفش يسيطر على قوة العنكبوت الشيطاني اللي جواه، وخرجت رجول العنكبوت من ظهره ولدغت هونج زميله بالسم الشديد، ووقع هونج وفقد الوعي، واخدوه على اوضته علشان يعالجوه. وفضل تنجسان يتألم من الطفرة الغريبة اللي حصلت له. جه السيد شياوخي وهدى تنجسان، واول ما لمسه رجعت ارجل العنكبوت ودخلت جوه جسمه تاني. ووقتها اخد السيد شياو تنجسان وراحوا لهونجا، وقال له انه يستخدم عظام الروح ويدخلها جوه جسم هونجا علشان يتعافى ويخرج السم منه. وفعلا اتبع تنجسان تعليمات السيد شياو ودخل عظام الروح جوه جسم هونج وخرج السم منه. وطلع السيد شياو وتنجسان بره الأوضة، وفهم تنجسان ان قوته الجديدة صعب السيطرة عليها لان العنكبوت كان شيطاني وقوي، وانه لازم يتدرب كتير علشان يقدر يسيطر على قوته وما يأذيش بيها حد. بعدها بيمشي تنجسان والسيد تشاو، وبيكون السيد شياو معجب جدا باللي حققه تنجسان في فترة قليلة ووصوله لمستوى 30، لكنه برضه بيكون زعلان جدا من ان تنجسان اخد خاتم الروح من العنكبوت الشيطاني، رغم انه حذره قبل كده منه ومن قوته اللي صعب اي حد يسيطر عليها. وقتها خرج تنجسان قوته والتطور الكبير اللي حصل فيها، وان نباته الفضي بقى اقوى وبيقدر بيها يسحب الاشجار، وده فرح السيد شياو جدا، وقال له انه لازم يستغل قوته. وبيفكر تنجسان انه يشتغل ويستغل قوته ويشوف حداد كبير يشتغل معاه، ويستغل قوته ويعمل اسلحة سرية تانية تساعده وتساعد زمايله في القتال والقضاء على الوحوش. وفضل يدور لحد ما لقى حداد كبير، شكله كبير، عنده 6040 سنة، وهو اكبر حدادين المدينة. ودخل المكان بتاعه لقاه زي المصنع الكبير، وكله حدادين شكلهم عندهم مهارات عالية، لان لقاهم بيصنعوا اسلحة ضخمة وفعالة جدا. ولقى كمان النمر الحديدي والتنين الحديدي الاتنين الاخوات اللي اتقاتل معاهم قبل كده وحاصرهم بنباته الفضي. دخل تنجسان ودور على صاحب المكان وطلب يقابله، واداله صورة للسلاح اللي عاوز يصنعه، وكان سلاح قوي، وعقد معاه صفقة وقال له انه عاوز يصنع السلاح ده وهيديله 100 قطعة ذهبية. لكن الحداد كان عاوز يشوف قوة تنجسان وقدراته، فطلع له الشارة بتاعته، وعرف وقتها الحداد ان قوته هي النبتة الفضية الزرقاء. فقال له الحداد ان دي قوة عادية ومش مستاهلة سلاح قوي زي اللي هو عاوز يعمله. فقال له تنجسان سيد روح قوي ووصل للمستوى 30 في 3 سنين بس. فاتصدم الحداد وعرف ان عنده قدرات كتير لسه ما يعرفهاش،
في الوقت ده دخل التنين الحديدي والنمر الحديدي، ما دول بقى ولاد الحاج الحديدي أطال الله عمره، وطلعوا ولاد الحداد صاحب المكان وحكوا لأبوهم ازاي تنجسان هزمهم بسرعة جدا، وحكوا له قد ايه تنجسان قوي وقدراته كبيرة، فقرر يساعده ويتعاون معاه ويعمل له السلاح من غير فلوس خالص. وبعدها بنرجع لأكاديمية شريك وبنشوف الطلاب وهم بيحتفلوا برجوعهم سالمين من الغابة، وكمان بيحتفلوا بشفاء هونجا، وبتعمل لهم الأكاديمية أكل كتير يفطروا بيه لأنهم بقوا أقوياء ولازم يهتموا بغذائهم، لأن لو جسمهم ما اتبناش كويس قوتهم هتضعف ومش هيقدروا يتحملوا القوة والمستويات اللي هيوصلوا لها. بعدها بدأوا التدريبات مع السيد شياوخي، وأمر السيد شياوخي المعلم موباي إنه يهزم الطلاب واحد ورا التاني من غير ما يأذيهم، لأنه في المستوى 37، لكن الطلاب كلهم بما فيهم تنجسان لسه ما وصلوش للمستوى 31. ولما بدأ القتال بين تنجسان والمعلم موباي، حاول تنجسان إنه يحد من حركة المعلم موباي باستخدام النبات الفضي الأزرق علشان يأخر حركته لحد ما يفعل الروح الثالثة ليه، وفعلا فعلها وكانت عبارة عن شبكة عنكبوت ثلاثية وشل حركة المعلم موباي. بعدها قال السيد شول تانجسان إنه لما يتقاتل مع حد يحاول ما يشلش حركته ويستخدم كل قواه في أول القتال علشان ما يظهرش نقط ضعفه. بعدها بيتقاتل أوسكار مع زميلته وبيهزمها بقوته الجديدة وبيستغل نقط ضعفها. ما تتعفاش على الولاية يا أوسكار. وبعدها بيتقاتل شياو واو مع تانجسان وبتستخدم قوتها النادرة في التحكم في الخصم عن بعد، وبكده تكون شياو واو عندها قوتين من أنظر القوة، وهي التحكم عن بعد والجسد المقوس، ودول قوتين يخلوها تهزم أي حد بسهولة جدا. وبعد ما بيخلصوا قتال بيقول لهم السيد شياوخي إنهم استغلوا نقط ضعف بعض بدل ما يقوا بعض، وإنهم لما يتقاتلوا مع بعض أو يقاتلوا حد تاني كفريق لازم يكملوا بعض ويخفوا نقط ضعف بعض مش يظهروها، وإنهم ارتكبوا أخطاء كتير في القتال، وعشان كده هيعاقبهم بإنهم ياخدوا السلال ويروحوا يجمعوا النباتات من حوالين الأكاديمية من غير ما يستخدموا أي قوة من قواهم، ولازم يساعدوا بعض ويرجعوا قبل الليل. وبالرغم من إن العقاب كان قاسي عليهم لكنهم وافقوا على عقابهم لأنهم فعلا ارتكبوا أخطاء كتير في القتال. ولحد هنا بينتهي ملخصنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تقدروا تتابعوا باقي أجزاء ملخصنا. سلام.